في الإضاءة. المكان اللي احنا فيه المفروض ان هو مكان بيبدأ تصنيع فيه الحاجة اسمها الفرو، بيمزجوا الفرو مع الحاجات بتاعة الماعز عشان يطلع مكان او حاجة يتم استخدامها في الشتاء تقي الناس دي من برد الشتاء. الناس دي يحسب لها التاريخ اللي هي عملته، حولت الموضوع تماما من صحراء ورمل لحاجة يفتخر بيها العالم بوجودها اصلا. يلا بينا نكمل باقي الكلام ونشوف. في القرية التراثية جزء لا يتجزأ تماما وجود الحيوانات مع الناس بتوع اللي شغالين ايام زمان، لان هم كانوا بيخدموهم في حاجات كتير من ناحيه الارض من ناحيه الزراعات، وفي نفس الوقت كانوا بيدمجوا الصوف بتاع الماعز زي ما قلنا عشان يطلعوا ملابس ليهم. الحيوانات من ضمن الحيوانات اللي لو جيت هتشوفها هنا في القريه التراثيه، المفروض ان ده حصان عربي اصيل. طبعا انا للاسف ما بفهمش في الاحصنه قوي وما اقدرش اقول ان ده حصان عربي اصيل ولا لا، بس هو يعني يكفي. بص ديله ما شاء الله حاجه طويله والناس مهتميه قوي بالحاجات دي.